النهاردة بقى هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي وسهلة ان شاء الله. اختي جابت لي بقى الحمام ده، قالت لي احنا عايزين ناكل حمام بقى النهاردة من ايدك. جابته لي بقى، عملته لها بالشكل اللي احنا شايفينه ده بكل سهولة، وبيجيب خلطة رز كده تحفة قوي. طبعا هي خلطة الرز. ممكن برضو نعملها فريك عادي مفيش مشكلة. ولا هنسلق ولا هيفرقع بقى ان شاء الله ولا اي حاجة. شايفين الجمال؟ يلا بقى بينا نشوف عملناها ازاي. طبعا معانا هنا 4 حمامات، غسلتهم ونضفتهم ونقعتهم حلو جدا. رشيت عليهم ملح وفلفل كده ودعكتهم كده في بعض بالشكل ده، وهنسيبهم بقى لحد ما نعمل ايه، الخلطة بتاعة الرز او الخلطة بتاعة الفريك، هي نفس الطريقة. جبنا حلة حطينا فيها شوية زيت، حطينا معلقة سمنة، نحط كده بصلاية صغيرة كده متقطعة، نحط كبد وقوانص بقى بتاعة الفراخ بتاعة الحمام اللي عندك برضو حطيه، مفيش اي مشكلة. هنقلب كده كله على بعضه، نحط فلفل اسمر، هنحط برضو كمون سنة كده صغيرة، وهنحط برضو معاها توابل فراخ، وهنحط كاري. طبعا الكاري هو اللي هيدي ده كاري، الكاري ده اللي هيدي معانا اللون وهيدي معانا طعم حلو قوي وهيعزز لنا كده الطعم. نحط هنا بقى 1.5 كوباية من الرز، ونقلب الكلام ده كله مع بعض. طبعا شايفين معيار المية هو الرز العادي، يعني احنا هنسوي الرز حلو جدا. وحطينا بقى الملح، طبعا ما ننساهوش الملح على حسب الرغبة. اغطي عليه كده لحد ما بقى بعد كده نوطي عليه ويستوي ويبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. جبنا بقى هنا، انا بحب اخد كده حبة شوية كده في طبق، عشان ايه ما يعني مش كل الحلة نستخدمها، مش بيبقى مستحب عشان الزفارة بقى والكلام ده. هنحشي بقى الحمامية كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وطبعا بالكبد بقى والريحة، عايزة اقولك ريحة الرز كانت تحفة وطعمه كان خطير الصراحة. انا دقت الرز كان فظيع. بصوا يعني بصوا مش هنحشي الحمامية ولا هنكبسها قوي، لا احنا بس يا دوبك ايه نوع نحشيها، وهنلم بقى نحط الرجول بتاعتها في الفتحة اللي موجودة تحت دي. تمام. طبعا في واحدة منهم ما كانتش فيها الا فتحة واحدة بس، يعني الفتحة دي كانت صغيرة وكانت مقطوعة وكده. انا فتحت واحدة برضو فتحة تانية كده بالسكينة عادي جدا. طبعا هو مش هتلاقيها لمت، لا هاتي خيط كده ولميها بيه عادي مفيش اي مشكلة. بالشكل ده دي اللي انا فتحتها. بصوا انا بحب احشي من تحت، يعني بلاش بقى من الرقبة. انا جيت احشي واحدة من فوق من عند الرقبة كده، لا لقيتها ايه اللي هو لا يعني من تحت كده احسن، شبه الفرخية كده شكلها حلو اوي والله. بصوا هنجيب كده بقى الخيط، خيط طبعا نضيف لا مستخدم، انا عاملاها للمطبخ بس. زي ما عملت بيها قبل كده برضو. هنلم بقى كده الفرخة، لان الفتحة بتاعتها تحت كانت كبيرة قوي وما كانتش ملمومة كده، فاهمين؟ آه ف انا كده خيطتها احسن وكانت افضل واحدة متقفلة حلو قوي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا جيت احشيها من فوق قلت لا مش هحشيها بقى وخلاص وايه وكده وخلاص. كده انا حشيتهم كلهم اهو. يلا بقى نجيب صينية كده حلوة. بصوا مش هنسلق ولا اي حاجة، وبصوا بقى هنعملها بطريقة حلوة قوي. هنا بقى معانا معلقة سمنة كبيرة كده، هنحطها كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ندهن كل الوش ده كده بالسمنة، سمنة بقى بلدي، سمنة اي سمنة عندك زي الفل. نحط هنا معلقتين كده ولا معلقة من الزيت، ورفعناها على النار، طبعا على نار متوسطة لحد ما تاخد اللون اللي احنا شايفينه ده. نقعد بقى نقلبها من الجنب ده للجنب ده لحد ما تاخد اللون معانا الحلو ده. شايفين اللون؟ وعايزه اقول لكم والله العظيم ريحته حلوه قوي. طبعا هو متملح وحلو قوي، احنا مملحينه بقى فلفل واسمر وملح في الاول خالص. الحته دي بتفرق يا جماعه. هنجيب هنا بقى من كوبايه لكوبايه ونص، يعني حطيت كوبايه ميه واسيبها كده تتشرب خالص خالص لغايه اما ما يبقاش فيها ميه خالص. نحط برضو شويه ملح وشويه فلفل اسود بالشكل ده. يعني جربوا الطريقة دي هتحبوها جدا. انا غطيت عليه هنا، بصوا هي ابتدت خلاص المية تتشرب. شايفين الحلاوة؟ حاجة تحفة، يعني عايزة اقول لكم الريحة بتاعته يعني كانت فظيعة. فما شاء الله على قلب اللي هياكلهم، يعني بالهنا والشفا. دول كانوا لاخواتي، هم بعتوا ان انا اعمله لهم. وبكده خلاص بصوا هي المية اتشربت وهو استوى وبقى زي الفل.
جينا بقى عشان نغلفهم كده ونقدمهم لهم بقى ونبعته لهم بألف هنا وشفا يا رب على قلبهم. وطبعا هنا بقى جبت اطباق اللي هي تيكاواي دي عشان نبعتهم بقى بره. تمام. حطيت فيها هنا طبقة رز، في الطبق ده طبقة رز والطبق ده طبقة رز. وطبعا عروسة الحمام عليه كده حمامتين هنا وحمامتين هنا بالشكل ده. شايفين الحلاوة بقى واللون وبصوا والريحة وكل حاجة. طبعا متنسيش تعملي لايك بقى لو عجبك الفيديو، واشتركي وتنوريني كده في القناة عشان يوصلكوا بقى كل جديد ان شاء الله. بصوا بقى كده هنغلفه ايه. والله مش عايزة مش يعني مش عارفة اتكلم كده من الحلاوة واللذاذة كده اللي في الفيديو. لونه جميل اوي والله واستوى على فكرة. هو خد معايا كوباية ونص بالظبط عشان يستوي كده. وبعد كده حمرته في نفس السمنة اللي انا عاملاها اصلا، يعني احنا ما حطيناش سمنة تاني اكتر من المعلقة اللي احنا حطيناها، يعني ولا هتهدري زيت ولا هتهدري بقى ولا فرقع ما شاء الله ولا اي حاجة. جربي الطريقة دي هتعجبك جدا 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 وعلى مسؤوليتي يا جماعة. اتمنى يكون يا رب الفيديو عجبكم. لو عجبكم بقى اشتركوا في القناة واعملوا لايك بقى للفيديو، وان شاء الله بقى نشوف بعض على خير كده في فيديو تاني ان شاء الله. وبس كده، وابعت بقى الحاجات دي لاخواتي واقول لكم بقى ان شاء الله كده السلام عليكم.